السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ يا رب تكونوا بخير. كلامنا النهاردة عن السيمانتك إليمنتس. طيب، اتكلمنا قبل كده عن حاجة اسمها الديف، وقلنا ايه أهمية الديف والكلام ده كله، وأخدنا أمثلة عليه. تمام. طيب، عايزين برضو نعرف ايه هي السيمانتك إليمنت. تعالى بينا نروح على الموقع مثلا زي أمازون، تمام، ونعمل الانسبكت بتاعه الجميل، ونشوف ايه هي السيمانتك إليمنت. لو انت جيت لاحظت معايا هتلاقي ان موقع أمازون بيعتمد على الديف. تمام، يعني انت لو فتحت هنا السكشن دهوت هتلاقي فيه ديف، وهتلاقي جواه ديف، وهكذا، وجواه ديف، وجواه ديف. شايف كمية الديف اللي في الموقع؟ لو انت رحت هنا مثلا هتلاقي فيه ديفات كتير جدا وهكذا. تمام، يعني هنا في ديف وجواه في ديف لو انت فتحته برضو هتلاقي فيه ديفات كتير. تمام. تمام، طيب ماشي. على عكس مثلا لو انت رحت موقع لسه معمول جديد، حاجة مثلا شكل موقع جامعة برج العرب مثلا، هتلاقي إيه، إن الموقع دوّة لو أنت فتحته هتلاقي إيه، هتلاقي بيعتمد على الsemantic element. طب إيه هي الsemantic element؟ الsemantic element دهيّة هي حاجة اتعملت جديد، يعني اتعملت في الversion بتاع HTML5، يعني حاجة شبه الdiv كده بس اسمها مُعبّر. يعني إيه؟ تعالَ بس أدّيك كود كده. يعني مثلًا أنت كنت مثلًا ممكن إيه، تعمل div ماشي، وتسمّي الclass بتاعه إيه، تسمّيه مثلًا header مثلًا. تمام؟ وتقعد بقى تكتب في ديفات كتير وتسمي الكلاسات بقى ايه، ده هيدر، ده ناف، ده ايه سايد، ده فوتر، ده الكلام ده كله. تمام. لا، قال لك بقى في ال HTML5 عملت لك حاجه اسمها السيمانتك اليمنت. يبقى بدل ما تكتب مثلا كلاس اسمه فوتر او كلاس اسمه هيدر او كلاس اسمه ناف او الكلام ده كله، الاليمنت بقى اسمه هيدر، الاليمنت بقى اسمه ناف، وهكذا. زي ايه؟ زي لو انت جيت بصيت، قلنا لو انت جيت بصيت عندنا في موقع الجامعه بتاعت برج العرب، هتلاقي إيه، مستخدمين هنا فوق حاجة اسمها الناف. فالناف دهوّة اللي هو يعتبر اللي شايل اللينكات بتاعة الموقع وهكذا. تمام، أهو في لينك أهوّة مثلًا. هتلاقي تحت خالص هتلاقيه مستخدمين حاجة اسمها الfooter، ده semantic element. أنت كنت قبل كده كنت بتستخدم حاجة div، والdiv دوّة بتدّي له مثلًا class اسمه footer مثلًا. ولو أنت مثلًا فتحت صفحات تانية، حاجة مثلًا زي الstudents مثلًا، صفحة students أو أي صفحة أيًا كان، إحنا أصلًا في صفحة الstudents. لو إحنا رُحنا مثلًا على صفحة الhome، تمام، رُحنا هنا مثلًا وعملنا كده، هتلاقي إن هم برضه مستخدمين حاجة شكل الsection مثلًا. تمام، وبرضه الfooter أهوّة. لو أنت برضه رُحت على، يعني خلّينا بس إيه، نصغّر الدنيا كده. لو أنت رُحت مثلًا على الheader اللي فوق دهوّة، هنشوف بس مستخدمين div والّا مستخدمين الsemantic element اللي اسمه header. عايزين نشوف الكلام. هتلاقيهم مستخدمين الsemantic element اللي اسمه header أهو، وهتلاقي مستخدمين برضو الناف، وهتلاقي مستخدمين السكشن والفوتر والكلام ده هو كله. فهم مستخدمين السيمانتك اليمنتس او يعتبر الحاجات اللي هي بتاعت HTML5 عشان خاطر ينسقوا الموقع بتاعهم احسن والكلام ده كله، على عكس مين، على عكس موقع زي امازون اللي هو مش مستخدم فيه السيمانتك اليمنت زي ما احنا شفنا كده. طيب، عايزين نعمل الكلام ده في الموقع بتاعنا. والله يا باشا، زي ما انت كنت جاي قبل كده بتكتب مثلا div، وبتسميه مثلا الكلاس بتاعه وليكن header. تمام، وبتعمل بقى فيه الحاجات اللينكات الكلام ده كله. لا، ده انت عندك في ايه، في عنصر اسمه header اساسا. ازاي؟ والله انت بتفتح التاج بالمنظر ده كده. وبالمناسبه العناصر ده هي بتعامل معامله الديف. تمام، يعني عادي خالص ممكن تديها كلاس، ممكن تنسقها بالسي اس اس عادي جدا وكل حاجه، وهي عناصر بلوك اليمنت وكل حاجه. تمام، فانت بتفتح التاج بتاعتك وتكتب كلمه ايه، تكتب كلمه هيدر. تمام، وتقفل التاج. تلقائيا هيعمل لك كلوزنج تاج عادي خالص. جوه الهيدر دهوت انت بتحط اللي انت عايزه، وليكن H1 في كلمه لوجو مثلا بالمنظر دهوت. تعالى بس كده ايه، نفتح الموقع بتاعنا اللي احنا عاملينه، وهنا بس كده نجيب الكلام جنب بعضه عشان خاطر نعرف نشتغل. عشان ايه، بالمنظر ده كده، بالمنظر ده كده. تمام، فبالتالي انت ايه، انت هتبقى مثلا عندك اللوجو. تمام، بعد كده مثلا عندك جزء مثلا الناف. يعني بدل ما تكتب div وتعمله nav، لا انا اكتب nav على طول ويبقى فيه جواه اللينكس بتاعتي. يبقى فيه مثلا ايه، اول لينك مثلا وليكن اسمه الهوم. هتلاقي مثلا الجامعة عندك عاملة ايه،
هتلاقي مثلا الجزء اللي فوق دوت الهيدر اهوت، وحاطط لك ايه، حاطط لك الهوم والستودنتس والفاكولتي والستاف والكونتاكت اس والحاجات دي كلها. تمام. فبالتالي احنا عايزين نعمل الكلام ده كله، فانت هتحطه داخل ايه، داخل ناف، وتحط اللينكات بتاعتك الهوم. تمام. مثلا وبعد كده هتلاقي مثلا عندك حاجه اسمها اي حاجه ستودنت مثلا، وهكذا. تمام كده. تمام. طيب ماشي. بعد كده بعد ما خلصت الجزء الهيدر، بعد كده انت مثلا بتتطرق لحاجه اسمها ايه، السكشن مثلا او المين مثلا. مثلا المين دهوت هيبقى فيه اكتر من سكشن. اكتر من سكشن يعني ايه؟ يعني لو انت جيت بصيت برضو على الجامعه اهوت، هتلاقي مثلا ايه، في سكشن اهوت اللي هو الهيرو سكشن مثلا، في اللوجو اسم الجامعه. تمام. وهتنزل تحت مثلا في السكشن بتاع مثلا لو في اي حاجه عن رئيس الجامعه او كده، وبرضو عن عميد الكلية، وهكذا. وفي مثلا سيكشن تحت برضو اللي هو الارتيكل دهوت. تمام. اللي هو النيوز. تمام كده. حتى لو انت جيت عملت انسبكت، هتلاقي ايه، هتلاقي انك انت مستخدمين حاجة اسمها السيكشن اهوت. تمام. تمام. يعني انت لو وقفت على السيكشن اصلا كده اهوت اهو، عاملين على السيكشن، عامل هايلايت اهوت على الصوره او الارتكل او الكارت بتاعت ايه، اللي بتتكلم فيها عن ايه، عن اللي هو بتاعت دكتور علاء عرفة. تمام. اللي هو عميد كلية صناعة وطاقة. تمام كده. تمام. فانت بتشوف بقى الحاجات دي بتتعمل ازاي. تمام كده. بتقعد بقى ايه، مثلا ده سيكشن مثلا في اللي هو الارتيكل دوت او الكارتس دهيت. بعد كده بتيجي تشوف الجزء بتاع الفوتر. زي ايه مثلا؟ تعالى كده هنشوف المين بتاعنا اهوت. في مثلا سيكشن هيبقى فيه مثلا ايه، حاجات كتير. هيبقى مثلا في والله باراجراف، او اتش 1 مثلا، او اتش 2 مثلا، معلش عفوا، اتش 2 مثلا كده. ونكتب فيه مثلا اي حاجه وليكن ويلكم مثلا. وبعد كده مثلا ايه، في اي صوره مثلا ايمج مثلا. تمام. ونحط الصوره بتاعتنا اللي هي الداونلود مثلا كده. وهكذا. انت بتعمل بها السكشن بتاعك. في بعد كده مثلا سكشن تاني مثلا، في جوه الحاجات دي كلها سكشن مثلا. السكشن دوت مش فيه مثلا، ما فيهوش إيه ولا اتش 1 ولا الكلام ده كله، لا ده فيه مثلا ايه، ارتكل مثلا. الارتكل دهوت هيبقى عباره عن مقالات. هيبقى فيه باراجراف مثلا، لورين مثلا 5 مثلا. تمام. وهيبقى عبارة عن إيه، هيبقى في كمان إيه اللي هو شوية لينكات مثلا. أي حاجة بقى أنت بتعمل مثلا لينك مثلا وليكن اسمه لينك. تمام كده. بس فأنت بتقعد بقى إيه، تشوف الدنيا ديت إيه. الدنيا مثلا لو أنت عندك حاجة مثلا شكل موقع أمازون، لو أنت رحت عند موقع شكل أمازون، هتلاقي مثلا إيه، لو أنت رحت مثلا على خلينا نرجع شوية، هتلاقي في حاجات كده في الجنب اهيت. الحاجات دي هي بنسميها ايه، بنسميها الاي سايد. تمام. او السايد بار بمعنى اصح، اللي هو اللينكات اللي على الجنب. تمام كده. فانت ايه، بتشوف الكلام دوت. هو مش موجودة هنا في الجامعة. تمام. فاحنا هنعملها هنا في المواقع. مثلا انت بتعملها ازاي، بتكتب مثلا ايه في جوه السكشن مثلا حاجة قصدي بتعمل مثلا جوه المين سكشن تاني خالص. السكشن دهوت تمام، موجود فيه حاجة اسمها ايه سايد مثلا، وبتبقى فيها شوية لينكات مثلا، اكتر من لينك مثلا. تمام. وبتقعد بقى ايه، تشوفهم كده. تمام كده. بس. تمام. طيب بتبدأ بقى ايه مرحلة مثلا الفوتر. هتلاقي مثلا فينا في امازون مثلا، لو انت نزلت لاخر الصفحة خالص هتلاقي الفوتر بتاعهم اهوت. لو انت جيت عملت انسبكت كده عليه، هتلاقي ايه، هتلاقي الفوتر. تمام كده. هتلاقي جزء الفوتر. حتى هو بص كده، بص هو عامل لك ايه، عامل لك ديف. بص كده، يعني هو مش مستخدمها خالص، عامل لك ديف ومسميها ناف فوتر. تمام كده. برضو ديف تاني اهوت، ناف فوتر لاين، ناف فوتر مش عارف ايه. لكن لو انت جيت هنا عند موقع برج العرب، او موقع الجامعه بتاعت برج العرب اللي هم مستخدمين فيه السيمانتيك اليمنت، لو انت نزلت تحت خالص وجيت عملت انسبكت على الفوتر، هتلاقوهم مستخدمين الفوتر كسيمانتيك اليمنت، كاسم الفوتر نفسه اهو. هتلاقيهم مستخدمين او الفوتر نفسه. لو انت ملاحظ معايا، تمام اهو، هتلاقيهم مستخدمين الفوتر نفسه اللي هو ده كده. تمام كده. بس كده. تمام. فبالتالي انت هتيجي هنا كده، بدل ما تكتب كلاس اسمه فوتر ومش عارف ايه والكلام ده كله، لا انت عندك اصلا element اسمه ايه، اسمه فوتر. تمام. وتبدا تحط فيه مثلا الحاجه بتاعتك اللي هو الصوره مثلا بتاعتك، الحاجات دي كلها. يعني تعالى كده
نحط مثلا ايه اي حاجه، نحط مثلا في ايمج. تمام. والايمج دهيت هتبقى الداونلود بتاعتنا، بس نخلي الويدث والهايت بتاعها صغير شويه، الويدث مثلا 20 او 40 مثلا، والهايت برضو 40 عشان خاطر ما ايه تبقوا قد بعض بالظبط. تمام. الهايت 40 والويدث برضو 40. تمام كده. بس فانت هتلاقيها صغيره كده بالمنظر دهوت. فبعد كده مثلا ممكن تحط باراجراف مثلا، تحط فيه اي حاجه، وليكن ويلكم تو ويب سايت او اي حاجه، تو اور سايت مثلا. اي حاجه بقى، بتحطي مثلا شويه ايكون زي الجامعه ما حطها كده مثلا، اللي هو الايكونز اللي هي بتاعت الفيسبوك واليوتيوب والكلام ده كله. ده كله هنبدا ان احنا ننسقه بالسي اس اس ان شاء الله اول ما نخش في السي اس اس. بس ده كان درس صغير كده عن السيمانتيك اليمنت، وانك انت تفهم بس ان في حاجه اسمها سيمانتيك اليمنتس، ودي برضو بتعامل معامله الديف. وبالمناسبه انت ممكن تحط ديف هنا عادي خالص، يعني مفيش حد هيقول لك اي حاجه، ممكن تحط ديف وتحط فيه الكلام برضو اللي انت عايزه والكلام ده كله. تمام. بس يفضل انك انت وانت بتستخدم ال HTML يستخدم ان انت تستخدم HTML اللي هو الفيرجن 5، الفيرجن الجديد، عشان خاطر لو انت بتتعامل مع ديفلوبرز كتير فانت حتى ما تلخبطش نفسك. لما تيجي تفتح الكود تعرف ان ده هيدر فبيحتوي على اللي هو اللينكات ومش عارف ايه. المين مثلا بيحتوي على خمس ست سكاشن مثلا، في مثلا الفوتر، جزء الفوتر مثلا كده، فاهم؟ تنظم الكود بتاعك باستخدام السيمانتيك اليمنت. على الاقل ما تكتبش كومنتات كتير، على الاقل برضو ما تكتبش كلاسات كتير والحاجات دي كلها. بس يا رب الدرس يكون سهل وبسيط وعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.